اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. مرحبا بكم إخواني المؤمنين والمؤمنات في فقرة جديدة زادك في دقائق. أهلا وسهلا بكم أعزائي في فقرة جديدة ومفيدة إن شاء الله تعالى، وهي ما يطرحه علينا المشتركون الأعزاء، سؤال وجواب. ولقد ارتأينا طرح هذا في برنامج زادك في دقائق لأهميته، ومن خلاله نتعرض إلى أسباب الطلاق المنتشرة والمتفشية في مجتمعاتنا الإسلامية. وكما تعلمون أعزائي بأن التقصير في الجانب التربوي والتوجيهي من قبل الوالدين والأسرة مع الشاب والفتاة له الأثر الكبير في فشل ونجاح الزواج، كما لا يخفى عليكم بأن جهل الفتاة أو الشاب ببعض المسائل الفقهية المهمة والأخلاقية له نصيب كبير في نشوب الخلاف بين الزوجين ومن ثم الطلاق. ولذا بعون الله وتوفيقه سوف نتعرض إلى المسائل الحساسة نوعا ما والجريئة من أجل إنقاذ الكثير من الفتيات والشباب جديدي العهد بالزواج. وكما وصل لنا بأن إحدى المتزوجات لها 5 سنوات من عمر الزواج وهي لا تعرف شيئا اسمه غسل الجنابة، وهذا ما يندى له الجبين. ولا شك بأن هذا من تقصير الوالدين في الجانب الفقهي والعلمي والثقافي، كما هو أيضا تقصير من نفس الفتاة وعدم استفساراتها، وكذلك الشاب. إذن لا بد من إشعال نور الثقافة والوعي لدى الأبناء والحرص على معرفة كل ما من شأنه نجاح الحياة الزوجية قبل الإقدام على الزواج، وترك المقولة والمنوال المردد لدى بعض الآباء والأمهات، وهي أن الزواج كفيل بأن يعلم بناتنا وأولادنا، ولا داعي بأن نشغل ذهنهم وفكرهم ونفتح لهم مواضيع سابقة الأوان. نقول فليتأمل في هذا كل من سبب بتربيته الخاطئة وجنى على ابنته وابنه بالطلاق. انتظرونا قريبا في الحلقة الأولى من سؤال وجواب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.